اقول لك يا صاحبي قسما بالله تاني، ان ما تعبتش وانت صغير لا هتتعب وانت كبير. السن معاك دلوقتي، عايزك تنجح، عايزك توصل لحاجه كويسه. سيبك من القعده على القهاوي، سيبك من القعده مع الصحاب. قسما بالله كل اللمه اللي حواليك ما هتنفعك في حاجه. انا ليك الكلام، ليك انت. انا بقول لك الكلام ده، عايز اكون فخور بيك، عايز اهلك يكونوا فخورين بيك، عايزك انت تكون فخور انت بنفسك. سيبك من المجتمع، سيبك من الناس، سيبك من الكلام، سيبك من اللي انت بتسمعه، سيبك من الاحباط. انفع نفسك واقف جنب نفسك، محدش هيقف جنبيك. انا مش معنى اللي انا بقول لك انجح فاللي انا بقول لك خليك راجل اعمال. حط امل بعيد جدا وحط طموحاتك في حته بعيده جدا عشان لما توصل لحته متوسطه تكون انت مبسوط بده. اقول لك على حاجه، انا وانا في الجيش قالوا لنا في يوم ان بكره الصبح هنجري 20 كيلو طابور سير. تاني يوم كان الجري 15 كيلو بس. احنا من الليل حطينا لنفسنا ان احنا هنجري 20 كيلو، فلما تاني يوم اكتشفنا ان هم 15 كيلو بس كان عندنا وقت وعندنا نفس كبير ان احنا نكمل كمان. انا بقول لك حط امل، حط طموحات كتير بعيده جدا لنفسك عشان لما توصل لحاجه متوسطه تكون انت سعيد بده، تكون انت فخور بده. لكن طول ما انت قاعد مكانك وقاعد تحت ومش هنفع ومش هكمل ومش لاقي مكان ومش لاقي فرصه عمل، مش توصل لاي حاجه. الحياه صعبه، الحياه قاسيه، والنجاح مش سهل. قسما بالله النجاح ما سهل، ولكن الفشل اصعب من ما يكون. ان انت تكون قاعد مش عارف لنفسك قيمه، مش عارف لنفسك ان انت ليك لازمه في الحياه، انت نفسنا تكون تعبان، انت نفسنا تكون متضايق. لما تكون انسان ناجح ومعاك فلوس، خلي بالك الفلوس هتغيرك في حاجات كتيره جدا، هتخليك ليك قيمه في المجتمع، هتخليك ليك مكانه في المجتمع، هتلاقي الناس بتحترمك عشان انت شخص بتشتغل وبتجتهد ومعاك فلوس. اتعب يا صاحبي عشان انت هتحب ده وانت هتكون فخور بده، ولما تنجح هتحب ده جدا وهتحب المجتمع وهتحب الدنيا. قرب من ربنا، قرب من ربنا، وقرب من والدك، وقرب من والدتك، وقسما بالله هتعمل كل حاجه انت نفسك فيها. بس انت ابدا من نفسك، ما تفضلش باصص للناس اللي بتحبطك. السلام عليكم، اشوفكم على خير.